السلام عليكم اخواني واخواتي لاعبي المزرعة السعيدة. انا الليلة دار اوريكم طريقة جديدة، هي ما طريقة جديدة اقصد، يعني طريقة قديمة بس في بعض الاصدقاء ما بعرفوا لها، وفي طريقة استكمال المستودع. اوكي، يعني احنا يا جماعة لو عايزين نكمل المستودع هو شرحي يعني سهل جدا جدا، بس يعني اللي عايزه منكم هو شوية تركيز. اوكي، طبعا الفيديو ده شوية كده هيطول لانه ما شرح زي كل شرح. ما انا ما داير اكون شغال واوقف تصوير واعمل، انا داير اوريكم شغل تكونوا عايشين الجو بتاع الشرح. اوكي، انا من الاول ما فتحت شارلس عشان داير اجي اوريكم الطريقة من البداية عشان ما تقولوا في اي ملف حافظ ولا اي حاجة. وبعدين دي برضو ما مزرعتي انا، دي مزرعة اخت حابة اعمل لها اكمل لها المستودع، وقلت بالمرة انا انزل فوق الشرح وان شاء الله كلنا نستفيد. وزي ما شايفين يا شباب شارلس فتح. اوكي، طبعا ده لسه اول لون نزول طبعا زي ما شايفين. اوكي، انا هعمل شنو؟ طبعا المهم عشان انت تكمل المستودع لازم يكون عندك اتنين حاجة. عندك مستودع غير مكتمل، نشوفه عايز شنو. شايفين يا جماعة؟ عايز مدير بسواء ب4 دنانير، وعايز رئيس الحرس ب4 دنانير، وعايز حارس ب4 دنانير. اوكي، 4 زائد 4 ب8، 8 زائد 4 ب12 دينار. ولو شايفين هنا طبعا يا جماعة دنانير صفر. اوكي، يلا عشان احنا نكمل المستودع لازم يكون عندنا كومة قش. اوكي، كومة القش دي وين؟ كومة القش عندي لا يا جماعة، شايفين كومة الغش. اوكي، عشان احنا نقدر نكمل بها المستودع لازم يكون عندنا الاتنين ديل يا جماعة. اوكي، انا نزلتهم طبعا قبال ما ابدا الشرح، لكن انتوا لازم تتابعوا. لازم يكون عندنا شنو؟ كومة قش، وعندنا شنو؟ مستودع. اوكي، هعمل شنو؟ اول حاجة انا اشوف شارلز هل هو قاعد يقرا معي ولا ما قاعد يقرا معي. بشغل شارلز كيف؟ اوكي، شارلز طبعا في اول تستيب يا جماعه ما بيشتغل، انا بقوم بجي بحرك لي اي حاجه جوا المزرعه بس عشان شنو؟ يقرا لي ملف المزرعه. اوكي، هنا شايفين جاري. اوكي، جاري الحفظ. اوكي، هنا هندل ده الملف بتاع المزرعه. بخش هنا كليك يمين، اخش في شايفين هنا بدي على مصح. هنا طبعا بيشتغل معك توقفه، هي تمسح شنو؟ السله. اوكي، يلا انا هعمل شنو؟ اول حاجه اقوم امشي لمزرعه جار، اقل جار. اوكي، انا حوريكم ليه بعدين انا مشينا للجار. طبعا دي اقل جار عشان المزرعة تفتح لنا سريع. اوكي، جينا للجار، بقوم برفع الشارلس، بفرغ السلة، بشغل البروك، بنزل شارلس تحت، بقوم بعمل له القاء وبرجع مزرعتي. هنا شارلس براه بيرفع. اوكي، بعمل له شنو؟ اكسكيوت. اول مرة نكبر الشاشة يا جماعة عشان نشوف الشغل. هنا نخش فوق الام ام اف. اوكي، اوكي، احنا بنيجي نخش فوق شنو؟ الماب. اوكي، حنخش في اول ملف، ما حنلقى فوق اي حاجه طبعا، معناه قاعد في اخر الملفات يا جماعه. انا بجي بفتش شنو؟ داير افتش المستودع وكومة القش. هنا ما فيش. اوكي، انا حفتشه يا جماعه وحرجع لكم. انا ما داير اعمل اي حاجه، ما بطلع من المكان ده الا القى الاتنين حاجات دي. وزي ما شايفين يا جماعه انا لقيت الكود بتاع كومة القش اللي هو يندل الاي دي بتاعه 50، ولقيت الكود بتاع المستودع اللي هو 305 ياهو. هنا طبعا لو شايفين هنا الاندر هنا بديك شنو يعني غير مكتمل. اول حاجه انا بقوم بجي بعمل شنو؟ اول شيء يا اخواني، اول حاجه اغير ده لنمبر. اوكي، بقوم بجي بشيل ال 350 دي. اوكي، بعمل لها يعني ممكن تظللها بالماوس، ممكن تعملها بالكيبورد، تقوم تعمل لها كوبي، تكون انت حافظها. المهم تقوم تاخد بدل 350 تاخد شنو؟ طبعا دي رسالة شارس يا جماعة نشتغل بها. ناخد بدلها 50 اللي هو شنو؟ كومة القش. فوق الترو دي يا جماعة نغيرها عشان بعدين ما يجي يغلبنا. ناخد فوق اي حرف، ناخد فوق حرف الاي مثلا. اوكي، نمشي يلا لكومة القش. كومة القش اللي هي كودها كم؟ 50 اللي احنا شايفينه هنا قدامنا. اوه، جهاز بدأ يعلق. اوكي، اللي هو 50 يا جماعة. نحن زي ما شايفين هنا بقوم بجي بعمل له شنو؟ بجي بغيره لنمبر، بغيره هنا لنمبر. بقوم باخد هنا بدله شنو؟ باخد فوق كود المستودع. انا شلت الكود بتاع كومة القش خطيته للمستودع، معناه شنو؟ بجي بغير كود كومة القش الى كود المستودع اللي هو شنو؟ 305. بوقف البروك، بعمل اكسكيوت. كده يا جماعة احنا قبل ما نمشي المزرعة بنمشي بنلاقي انه
المستودع انقلب لنا كومة قش، وكومة القش انقلبت لنا مستودع. اوكي يا جماعة شايفين انا كده وقفت الشارلز بقوم بخش جوا بيجي بلقى شنو هندلة. شايفين يا جماعة المستودع بقى لنا شنو كومة قش، والكومة القش هنا لو شايفين يا جماعة بقت لنا شنو مستودع. بقوم بعمل شنو بدون ما اشغل الشارلز اقوم ادخل شنو كومة القش دي جوا المستودع، بخليه يحفظ معي هنا قام حفظ. اوكي بقوم بعمل شنو المرحلة الثانية. المرحلة الثانية بقوم برفع شارلز اقوم امسح السلة بشغل شنو البروك. اوكي بنزل شارلز تحت، بقوم بمشي يلا لشنو للمستودع، بشيل كومة القش بخدها في مكان اللي انا جيبك طلعته منه. شارلز بقوم برفع معي. اوكي رفع معي حقوم اعمل شنو هنا، بقوم بخش هنا فوق الريجل ريسبكت، بخش فوق الام ام اف بشوف الكيو يو ان. ايوه الكيو يو هنا الداتا، بخش في الداتا بغير الاي دي بتاع كومة القش الى كود المستودع يا جماعة اللي هو 305 زي ما شايفينه هنا يا جماعة. بوقف البروك بعمل اكسكيوت كده يا جماعة. نحن شنو عملنا؟ قلبنا المستودع خليناه بقى مكتمل. الاثبات شنو شايفين يا جماعة؟ ده شارلز مسحت السلة وزي ما شايفين بطلع منه نهائيا، طلعت منه نهائيا زي ما شايفين. بقوم بعمل شنو حسا؟ بعمل للمزرعة ريفرش. اوكي او بالعربي اعادة تحميل الاطار. اوكي نشوف يا جماعة نحن هل كومة القش دي بتنقلب لنا مستودع حقيقي ولا لا. انا ما حوقف التصوير يا جماعة لانه عشان ما يقولوا انه انا قاعد العب باندي لعبة تاني ولا حاجة، لكن لا نشوف الحقيقة بيجي. اوكي المزرعة بدأت تفتح معانا 5. اوكي ما بطالة. انا ما حوقف التصوير يعني عشان الواحد يتأكد. شايفين يا جماعة المزرعة فتحت معانا وبحمد الله يا جماعة، وبقينا عندنا شنو مستودع. المستودع يا جماعة عندنا مكتمل شايفينه. اوكي نجرب انه نكبر الشاشة طيب عشان ندخل فوق الحاجات وكلنا نتأكد انه هذا المستودع مكتمل. اوكي شايفين يا جماعة بدخل اي حاجة بتدخل فوق، اي حاجة بتدخل المستودع بخش. شايفين كيف؟ يعني ما محتاج اي تعب ولا محتاج اي شيء يا جماعة. بس كومة القش مهمة، كومة القش مهمة يا جماعة. انا بعيد وبقول كومة القش مهمة عشان شنو المستودع يكتمل لنا. اوكي لو حابين تسمعوا كمان للنهاية اسمعوا. انا اوريكم كومة القش لاني انا لما اجيب كومة القش بيجي احاول اغير بها المستودع وكذا. يعني هو شرح طويل لكن بس زي ما شايفين يا جماعة لازم نعمل الخطوات دي عشان شنو نكون عندنا مستودع. وشكرا جزيلا. وطبعا يا جماعة صفحتي الشخصية هي متوكل جمال، وحوريكم لا باش. طبعا يا اخواني هذه صفحتي الشخصية لكل استفسار او اي سؤال جواب انا هكون تحت امركم ان شاء الله. وده الجروب اللي انا مسؤول فوقه الادمن نور محمد، وانا متوكل جمال من السودان. وان شاء الله نكون استفدنا من الشرح ده يا جماعة. وما تنسوا تشتركوا فوق القناة بتاعتي عشان نشوف الجديد شنو جايين ان شاء الله. اوكي واي زول يبعت لي طبعا طلب صداقة انا واقف له، انا طبعا اوافق له طوالي. وطبعا للمعلومية انا خليت المزرعة السعيدة بقيت بطلت العبها. ده للناس اللي ما متأكدين ان انا قلت لهم ما مصدقين لو شايفين هنا برضو. خلاص انا اعتذرت المزرعة بس ما عارف يمكن ابدأ من الصفر بس الان. بس انا راح اساعد اللي بدهم هكر ان شاء الله، وانا ان شاء الله قدر كلامي بساعدكم وما بقصر معاكم. شكرا جزيلا لكم وانكم انتم تابعتوا الفيديو ده، وان شاء الله تلقوني في فيديو جديد. مع السلامة. متوكل جمال.